ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معاكم ندى من قناه دودو تشانل. النهارده هنعمل مع بعض فيديو جديد. وحشتوني جدا جدا جدا. اللي ما حطش لايك للفيديو يحط، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان نكبر بيكم. النهارده بقى معانا فيديو كده حلو قوي. غدا خفيف كده ولطيف وهيعجبكم قوي، وكمان هنعمل حاجه حلوه. اول حاجه طبعا احنا كنا محتاجين شويه حاجات من تحت كده، فبعتنا جبناها. اللي هي عملنا كنا محتاجين مكرونه شرايط، كيس بسبوسه ولبن. بس اول حاجه عملناها مع بعض، اول حاجه انا ما كانش عندي بانيه اصلا. انا كده بدعبس في التلاجة زي اي ست مصريه، لقيت كيس فيه حته ولقيت كيس فيه حتتين. رحت قلت لهم تعالوا، انا ما كنتش هعمل غدا اصلا يا جماعه والله اليوم ده. رحت قلت لهم تعالوا، ما فكرت وكده لقيت تيا بنتي بتحب المكرونه اللي هي الطويله بالصوص ابيض. انا الصراحه ما بحبش اعمل الاسباجيتي دي بصوص ابيض، بحب اعمل شرايط بس. فهي دي احتاجتها من تحت، رحت جايباها مقطعه بقى كام حته البانيه اللي قلت لكم عليها دول. طلعتهم من الفريزر وفكوا رحت مقطعاهم بقى شرايح كده، سلايزات طويله اللي هي بالطول. أه هتلاقوا في واحده كده كانت لونها متغير عشان هي كانت محطوطه في بيض وما كلناهاش، يعني ما عملناهاش بانيه، فغسلتها طبعا وشطفتها كويس ورحت مقطعاهم. مش هيبان طبعا كل الكلام ده في قلب الاكل وانت بتعمليه. هتجيبي بصلايه واحده، احنا طبعا مش عاملين كميه كبيره، هنجيب بصلايه واحده على الكميه بتاعتنا بتاعت البانيه دي. وهنبتدي برضو نقطعها سلايزات كده بالطول زي ما قطعنا البانيه بالظبط. تمام. الصراحه انا بحب التقطيع على الايد قوي، انا ما بحبش اقطع على الحاجه على الرخامه غير اللحوم، لان اللحوم انا ما بعرفش اتحكم فيها في ايدي، فهي بتبقى اسهل وانتي بتحطيها على حاجه تقطعيها. لكن البصل الصراحه والكلام ده لا، بحب اقطعه على ايدي. الفلفل برضو بحب اقطعه على الرخامه عشان لما بيبقى حراق بيحرق في الايد جدا. مش بيحرق في الايد بيحرقنا يعني، لا بيحرق ايدك، يخلي ايدك آه فيها شطه طول الوقت، ما تعرفيش تعاملي مع طفل مثلا او تحطي له اكل او تاكليه او الكلام ده. فعشان كده ما بحبش اقطعه على ايدي يعني. بعد كده رحنا على البوتاجاز، حطينا هنا عندنا طاسه فيها معلقتين زيت، وفي حله على النار جنبنا، بس حله تكون فيها ميه كتير. المكرونه الشرايط لما تيجي تسلقيها ما تسلقيهاش بشويه ميه غير صغيرين. تمام، ده اول حاجه. وتاني حاجه الحله تكوني انتي عارفه ان هي هتاخد المكرونه، يعني انتي تكوني شايفاها هتاخد قد الكميه اللي انتي هتحطيها. هنشوف مع بعض برضو دلوقتي، هتقولوا لي الحله صغيره، لا الحله مش صغيره خالص، وهتشوفوا الكلام ده برضو واحنا بنسلقها. انا طبعا عملتها قبل كده في الحله دي، فعشان كده عارفه ان هي هتاخدها. بس هنا طبعا انا عايزه البصل بتاعي يدبل. يدبل اللي هو يعني ايه يدبل؟ شفتوا بيبقى ليه نفشه كبيره كده اول ما بتحطيه على النار والكلام ده، لا لما يدبل بقى بتحسي ان هو هتبت خالص كده طبعا، ودبلان خالص، وايه كميته قلت خالص زي دلوقتي. وصل للمرحله دي قمت حاطه عليه الفراخ على طول وابتديت اقلبها. طبعا الفراخ طول ما انتي بتقلبي هي بتاخد لون بسرعه جدا من النار. تمام، هبتدي اقلب فيها شويه محترمين برضو لحد ما احسها كده خدت لونها الابيض ده، او ابتدت تلون من اللون الاحمر لحد بايه اللي هو لون خلاص اللي هو بيدخل على السوا ده. بس وابتدي ابهرها ملح وفلفل اسود وشطه وكمون بس. البصل الاول عشان تدبلي البصل بسرعه بحط معاه شويه ملح، فطبعا تعملي حساب ده لما تيجي تحطي الملح بتاع الاكله يعني. بس هنا طبعا رحت حاطه بقى الفلفل الالوان بتاعي، انا بفرزه الصراحه يعني ما كانش عندي، فروحت جايبه شويه من اللي في الفريزر. هنا خلاص انا مش عايزه الغطا تاني على المكرونه، او مش هحط الغطا تاني في الميه دي. بس فرحت شايلاه حطاه على الطاسه بتاعتي، ورحت موطيه عشان انا بحب الفراخ او اللحمه اللي بعملهم لا ادخلهم الفرن يستوي يبقوا مستويين، لان انا ما بقعدش الحاجه في الفرن شويه حلوين، بقعد الفرن في حاجه شويه صغيرين، فبحب ابقى ضامنه الحاجه اللي داخله الفرن خلاص هي مستويه. تمام. بس هنا بقى طبعا المكرونه حطيتها، انا بحطها سليمه ما بكسرهاش، وما انصحش حد انه يكسرها يعني. تمام. هنا حطيتها في قلب الميه وابتديت انزلها واحده واحده لحد ما هي بتنزل، طول ما هي يعني بتبتدي تستوي تلاقيها نزلت، تبتدي تستوي تلاقيها نزلت، بس لحد ما هي خلاص. هنا بوريكم بقول لكم شايفين نزلت ميه الخضار مع الفراخ، نزل ميه، هتديله تقليبه وسيبه يشرب الميه دي برضه عشان اتاكد من السوا بتاعه. وهنا المكرونه طبعا ايدي فيها على طول بقلبها، انا ما بسيبش المكرونه دي
بالظبط اقل من 10 دقايق وبتكون نزلت من على النار. يعني انا في العادي ما بشوفش حته المكرونه من 7 دقايق ل10 دقايق، لا انا بشوف ان المكرونه بتاخد وقت اكتر من كده. وما اعرفش هي اللي انا بستعملها مكرونه الملكه، ما اعرفش بقى هي بتاخد وقت اكتر من كده ولا ده العادي. لكن دي الصراحه انا ما بسيبهاش تاخد وقت اكتر من كده، هي بتبقى نازله مش مستويه قوي بس كده احسن عشان ما تعجنش معاكي. تمام. 5 معالق زبده زي ما قلنا، 5 معالق دقيق. طبعا انا حاطه هنا الدقيق هو اللي بحطه بالمعلقه، لكن الزبده والزيت بحطهم كده بالعين يعني. بس انتي عايزه تحطيها بالمعلقه حطي برضو كله بالمعلقه، المقدار ده قد المقدار ده. وطبعا بما ان انا هحط اللبن، يعني انا كده كده هحط اللبن كله فما غليتوش، يعني انا ضمن اللبان بتاعنا يا جماعه. بس فجبته بقى قطعت الكيس ساقع ورحت منزل. بعد ما حمرت الدقيق بالزبده شويه رحت نازله بكيلو اللبن كله. طبعا هو هيحتاج مني تاني، بس انا بقى هزوده بعد كده ميه المكرونه بتاعتنا اللي هي احنا سلقنا فيها المكرونه، هزوده منها. هو هيحتاج مني كوبايه اللي هو كوبايه كبيره يعني. بس تاني هنا بقى كانت الفراخ خلاص ابتدت الميه بتاعتها تخلص وابتدت تقطع كده، فايه فقلت اشكشف الغطا عشان كل شويه ايه اقلب فيها يعني. بس هنا طبعا قعدت اقلب بقى في المكرونه، قعدت اقلب في البشاميل طبعا عشان ما يكلكعش معاكي والكلام ده. هنا لقيته محتاج شويه سايل لانه تقل، رحت مزوده بقى ميه من المكرونه دي. بس كده هيربط معانا دلوقتي. هنا حطيت مكعب مرقه، زي ما قلت لكم انا ما بستغناش عن مرقه الدجاج خالص في البشاميل، من الحاجات اللي بتعلي التست بتاع البشاميل قوي قوي قوي. مرقه الدجاج جدا بتوديه في حته تانية الصراحه، بتخلي ليه طعم. انا مش عارفه في ناس بتستغنى عنه طبعا اللي بتحط شوربه على البشاميل، بس انا الصراحه من بحط الشوربه على البشاميل دي خالص. حطيت ملح، حطيت فلفل اسود وشطه، وزي ما قلت لكم واحده مرقه الدجاج، ما بحطش حاجه تانية على البشاميل. وبعد كده بحط الكريمه اللباني بس. عندك حطيها، مش عندك ما تحطيهاش. في ناس بتحط قشطه، عندك قشطه حطي قشطه. كل دي حاجات بتخلي الطعم بتاعه احلى، مش بتخليه حلو ووحش، لا هي بتخلي طعمه احلى شويه بس. هنا طبعا حطيت شويه صوص، وبعد كده رحت نازله بشويه مكرونه، وبعد كده حطيت الفراخ بتاعتنا، وبعد كده نزلت طبعا بشويه صوص تاني على الفراخ. عايزه تقلبيهم كلهم في قلب بعض قلبيهم، بس انا بحب اعمل كده عشان انا عندي ولادي ما بيحبوش الفراخ خالص، ما بيحبوش الفراخ والفلفل والكلام ده. فلما بتبقى طبقات كده بعرف اشيل لهم الفراخ، بس هو اصلا احنا بناكلها سايحه ونايحه هتشوفوها دلوقتي. فهم كده كده لما بيجوا في طبقهم بيركنوه على جنب يعني. بس هنا بقى خلاص شلنا الزيادات اللي كانت في الحله والكلام ده، وظبطنا الصينيه بتاعتنا وخلاص بقت جاهزه ان احنا ندخلها معانا الفرن. طبعا حطيت بقيت كميه البشاميل كلها على الوش. عندك جبن حطي، انا الصراحه ما كانش عندي وما عرفتش ساعتها اجيب لان ما كانش حد معايا. بس فرحت حاطه بقى انا بحب احطها كده معظم الوقت اساسا يعني، فبالنسبه لي قشطه تمام يعني. وبتطلع بوش عادي جدا يا جماعه، مش الجبنه اللي بتعمل ولا البيض اللي بيعمل الوش، هو اللي بيعمل الوش طبقه البشاميل اللي انت بتحطيها، هو ده اللي بيدي وش وهو ده اللي بيعمل لون. معانا بقى دلوقتي كيس بسبوسه. انا الصراحه عمري في حياتي جربت البسبوسه السايبه دي، مره واحده كان عندي مناسبه وطلعت وحشه قوي قوي. معرفش بقى العيب فيا ولا العيب فيها، المهم ان انا معرفتش اعملها. تمام. حطيت هنا كيس بسبوسه، انا بجيب كيس البسبوسه عليكم علبه زبادي، عليه كوبايه الا ربع زبده او سمنه ايا كانت اللي عندك بقى. وهنا حطيت معلقه صغيره بيكنج باودر. بس هي دي مقاديري في البسبوسه، مبحطش اي حاجه تانية. حسيتها محتاجه حاجه مثلا بحط مثلا بق لبن بق ميه، وعاده بتبقى ميه ما بحطش لبن، مش عارفه ليه بحسه بينشفها. بس وانا بعملها كده يعني. بص دلوقتي هحس انها محتاجه سيكه واحده بس سائل او حاجه واحده بس تطريها معايا شويه كده، رحت حاطه بق بالظبط ميه. بس رحت هنا دهنت البايركس بتاعنا اللي هيدخل الفرن، الصينيه اي حاجه تدهنيها زبده برضو، وبتقومي نازله بيها في قلب الصينيه طبعا. بس هنا بقى بنزل البسبوسه في قلب الصينيه. طبعا انتي اقعدي دعاكي في البسبوسه دي شويه محترمين كده لحد ما تحسيها ان كلها كده تجانست مع بعض. الصراحه الكيس سهل قوي قوي في العمايل، ما بيتعبش ما بياخدش مجهود ما بياخدش حاجات كتير وانتي بتعملي كده.
ما بيلخبطش، لكن السايب ده الصراحه ساعتها لخبطني جدا ومكنتش عارفه، كنت بعمله بالبركه قوي والصراحه طلع وحش معجبنيش. طبعا تجربه مش هكررها تاني. بس هنا بقى سويت الصينيه، بتسوي الصينيه بقى على قد ما تقدري. هنا بقى كنت بوريكم المكرونه هنا طلعت من الفرن، شايفين عامله وش عادي جدا ومتحمره تحفه، حلوه قوي قوي قوي، وكان طعمها حلو جدا. بصوا بحاول اشيل طبعا، بس ده مستحيل ان انا اشيلها بالشوكه. بصوا هجيب الحاجات بتاع ادوات المطبخ كلها تقريبا عشان اغرف طبق مكرونه. طبعا على فكره انتي لو استنيتيها تبرد هتتقطع معاكي خرط عادي جدا زيها زي اي مكرونه بشاميل، يعني هتتقطع خرط، مش عشان هي طويله والكلام ده، لا لا هتتقطع عادي. بس انا الصراحه عمري في حياتي ما اكل مكرونه بارده، ولا انا ولا اطفالي، يعني محدش فينا بياكل مكرونه دي بارده خالص. حتى ما يعني بتقعد منها شويه او بيبقى منها شويه، الحمد لله في الاخر عصرت على الشيء اللي بنغرف بيه المكرونه. هي دي حلوه قوي في غرفها الصراحه، الكبشه دي. كنت بقول لكم حتى لما بتقعد منها شويه ونيجي ناكلها او ناكلها تاني بحطها في الميكرويف برضه اسخنها، لكن ما ناكلهاش بارده دي ابدا لا. بس هنا كمان كانت البسبوسه طلعت، والعسل عملناه مع بعض، كوبايتين سكر كوبايتين وشويه ميه، عشان انا بحب العسل بتاع البسبوسه خفيف شويه. بس هنا بقى اول طبعا ده الاتنين سخنين، البسبوسه سخنه والعسل سخن اول ما طلعوا. بس هنا حطينا العسل على البسبوسه وهنشيلهم بقى. بس شايفين شكلها تحفه وطعمها كان حلو قوي قوي قوي، بجد حلوه جدا. جربوها وهتعجبكم جدا. شايفين كانت حلوه قوي يا جماعه. انا متنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه. باي باي.